أصدقائي أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد، ورجعت لكم فيديو خطير نار. قبل ما نبلش الفيديو خلينا نصلي على سيدنا حبيبنا النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. واللي ما مشترك بالقناة يشترك، حط لي لايك للفيديو. خلينا مع الفيديو للأخير لأني فيديو خرافي نار. الفيديو اليوم أقدم قلعة بألمانيا وأعلى قلعة كمان بألمانيا، شي خطير رهيب عن جد. فيها تل فريت، رح نطلع بتل فريت لنوصل للقلعة لفوق. خليكم مع الفيديو للأخير وتابعوه للأخير. يلا حبايبي خلينا نبلش الفيديو. حبايبي وصلنا على التل فريت، لازم نقطع تيكت ونطير لفوق. عن جد ولا اروع من هيك. شوفوا المنظر العالي ما احلاه. رح ناخد تيكت ونطير لفوق. انا كثير متحمس اطلع بالتل فريت واشوف المناظر من فوق لانه عن جد خياليه رح تكون. يلا رح نشتري تيكت ونطير لفوق، خليكم معنا. وهلا عم نستنى العربي لنطير فيها. عن جد رهيبة. وطلعنا فيها وهلا بطريقنا الى العالي. عن جد منظر رهيب 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 رهيب. يعني شوفوا هون المي خضار طالعانين هلا، بس لنشوف شو راح يصير فوق لانه عن جد كثير متحمس. وركبة ولا احلى من هيك تل فريت. عن جد حلو 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 حلو، عن جد كتير حلو. خليكم مع الفيديو للاخير واعطوني رايكم. طلعتوا بتل فريت قبل المره ولا لسه ما طلعتوا؟ هاي معي اخوي مبسوط ومروق. عم بصور انا عم بصور ومنتهي بحالي. يلا حبايبي خليكم معنا للاخير. لسه ما وصلنا، شاف ليل لسه والله. عم نتعربش لفوق. عالجواني بس هو عم يمشي على مهله. عالجواني بس عن جد حلوة كتير. يعني أنا أول مرة بطلع بتل فريت هون، طلعت مرة بتركيا بس هون أحلى بكتير حسيته. بين الشجر بين الغابة عم نطلع. أنا مصور لكم إياها هلا بتشوفوا بين الغابة كيف بنطلع. عن جد ولا أحلى من هيك. حلو الواحد يشوف معالم غير بلاد غير دول. حلوة عن جد والله ولا أحلى من هيك تل فريت. عن جد حلو بجنن. إن شاء الله كلياتكم تطلعوا فيه وبتجربوه. يلا حبايبي خلونا قربنا نصل لنشوف ننزل نستكشف في القلعة، أقدم قلعة في ألمانيا. يلا أخيرا وصلنا وهلا صار لازم ننزل. عالي كتير عالي. صار لازم ننزل. هلا هنيك الزلمة رح نوصل لعنده وهو بينزلنا او نحن بننزل لحالنا ولا ما بعرف. خليكم مع الفيديو لنشوف شو راح يكون في الأقدم قلعة في ألمانيا. وصلنا وأخيرا
50 Cent, 50 Euro. Ja, muss 100 Euro. Dankeschön. Danke. Tschüss. وصلنا بعد عناء شديد ونزلنا من تل فريق، وهلا صار فينا نستكشف القلعة. شي خيالي، نار راح يكون عن جد عن جد عن جد. شوفوا المنظر اللي ورانا حبايبي، ما احلاه. روح هيك شوي، روح روح هيك ليك. يعني نحن في قاع الجبال وقاع الوديان، مو مبين صايرة شي مدينة مننا. أثرية وقديمة. هي قلعة بالشرمحي، يعني بالعربي بالفصيح قلعة شلوس. شوفوا وين نحن، شوفوا العلاوي. هون حبايبي تل فريق طلعنا منه، نزلنا هنيك، وهلا صار لازم نستكشف القلعة. يلا يعني نحن ما خلصنا طلوع من تل فريق، لسه جايين طلوع أكتر وأكتر وأكتر، ونطلع أكتر وأكتر. هلا هون وصلنا، يمكن ما ضل طلوع أكتر من هيك، بس صار لازم. بس هون شفت الملك بقى، ما بعرف هذا الملك مثل عنا ولا غير ملك. شوفوا الملك، يمكن بين هاد بيرك على حصان، ما بعرف شو عم بساوي، عم بساوي شي ما عم بساوي شي ما بعرف. خلونا نقرب نتعرف عليه، شوفوا بيحكي معنا ما بيحكي معنا. ونطلع لفوق نشوف شو في جوا. يلا. هذا الملك طلع من عام 1225، ميت. هو مواليده 1185. فيعني كنا انا وياه رفقه، كنا نروح على المدرسه سوا انا منين يا ومحمد. حسبتي؟ كون مش الملك بيرك فوق الحصان. يا بسال 1185. شو قد كان عمري يعني انا بهالعام؟ يمكن مو جدي، جد 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 جدي ما كان خلقان. يلا نشوف نستكشف اكثر واكثر. صدمة الموسم، وصلنا ندخل. لازم تحط الكاميرا برا وتدخل. قلت له ليش؟ بدنا نصور. لا لازم تحط الكاميرا وتدخل، بالكاميرا ما بصير تدخل. عم شوفوا كتير افلام على النت وممنوع التصوير وطبق ونشر. قلت له لا، نحن عم نصور شخصيا، يعني مو يعني لأن ما رضوا. لا ما رضوا، ما خلانا ندخل. يعني اشتهيت افرمه فرم ليكو هون. حكيت معه كذا قانون ما قانون، ما فهم ما فعل. اشتهيت هيك اجيبه كف الزقه. يعني انا نيتي على الطريق ساعتين سفر، والاخير يقول لي ممنوع تصور. والله ما احلاه، حبيته. بس خلونا نستكشف المحل من برات القلعه معناتها. يلا حبايبي. بس طلع برات القلعه احلى بكتير من جواتها. فهون استكشفنا مثل سوق، فشوفوا السوق، ولا تقولوا المدينة عنا بحلب، حارات قديمة أو سوق الحميدية بالشام. شوفوا السوق. طلع الباب، هذا باب. كمان شفنا لكم هون درج. ما هذا الدرج؟ مين كان يطلع عليه؟ ليكو شعوبي، هذا مين كان يطلع على الدرج هذا؟ في بيت فوق بس إيش؟ ما بعرف مين كان يطلع عليه. ليكو حبايبي الدرج. هلا هون كان بهاي تعب، بس فوق اشي ما بعرف، الباب مسكر كمان. خلونا نروح نستكشف غير محلات. يلا انطلق. اكتشفنا شغلة هون. هذا المحل اللي وراي بياع مشروب قديم، يعني معتق، بيطبخوا على ايده ومعتقه كتير كتير كتير. فهو كان هذا من اثار القلعة. ما بعرف الملك علمه يطبخ المشروب ولا هو لحاله يطبخه، والله ما بعرف. بس يعني كله قديم، يعني ما في انواع حديثة كذا، لا لا لا، كله قديم ومطبوخ. قال اشو معتق. قلت له اسفين على ازعاجك، فاصل ونواصل. وصلنا لهون حبايبي، في بياع انتيكا، بس قديم، ما عنده شيء غير الانتيكا والقديم. انا بحب الشغلات، ما بعضني. هلا رح ندخل ونشوف شو في عنده انتيكا. بس هون اخوي ما بعرف حب الدب. هيك الدب. انا الدب انتيكه. ساعة ونص ساعة. يلا خلونا ندخل ونشوف شو في عنده تحت. رح نطلع لفوق، بس ما بعرف اذا مسموح ولا لا. صورني كله انتيكا.
ليكوا شو لقى؟ ياماها قديم. موتور صغير بس، مكاوي قديمة. هي يمكن احنا كنا نشوفه بالمسلسلات القديمة، بيحطوا هون فحم أو فحم شغال يعني، وبيكوا الأغراض فيها. كان الزمن لسه ما وصلنا لعندهم الكهرباء. ولا طلع الميزان كفي كفي. هذا الميزان بقى ما بعرف عشان شو، بس هدول كلهم مكاوي هون من سنة ما كاتبين عليهم أنا سنة. هون يمكن وصلهم تطور كهرباء كان. أوه والله تقيلة.